حبايبي الحلوين الغاليين الشاطرين، احلى واجمد قباطين دفعه ثالثه ثانوي الغاليين، يا رب تكونوا بخير. طمنونا ابطال، عاملين ايه في المذاكره؟ خلاص الايام بتقرب وانا عارف القلق وضربات القلب تبدا تزيد، بس انتوا قدها وقدود، ربنا فوق الكل. ما نخافش من اي حاجه طول ما معانا ربنا، ما ينفعش ان احنا نخاف، ما ينفعش ان احنا ندي فرصه ان احنا بس لمجرد القلق، ما ينفعش نهائي. ربنا فوق الكل، ربنا سند كل حد فينا، ربنا ايده في ايدين كل حد فينا طول العمر، فمش هيتخلى عننا في اهم مرحله في حياتنا. مش عايز حد يقلق خالص. تعالوا النهارده حبايبي نحل مع بعض الامتحان الاختبار التجريبي الثاني اللي الوزاره نزلته، ونشوف الامتحان فيه ايه. تاني لازم انبه على ان انت لازم تحل الامتحان لوحدك الاول وبعد كده تحل معايا. اول جمله بيقول لي ايه؟ الجمله اللي تشوز لكل واحده بدرجه. I tried نقط up chocolate. عندنا try، عندنا حاجتين، try to والمصدر حاول وفشل اللي كنتم فاكرينها، وتراي ing حاول ومستني النتيجة. وكلنا عارفين المثال اللي احنا حافظينه صم، حاول وفشل. مش هنقعد نحكي القصة الثانية بتاع طول السنة. مثال الشيف براك، حد فاكرين؟ البنوتة الحلوة اللي حبت تحط شوية توابل على الأكل بتاعها ومستنية تشوف الأكل هيبقى كويس ولا مش كويس. حاول وفشل. المثال اللي قلناه بتاع أخويا المفاتيح، إنه أنا I tried to open the door with my brother's key. حاولت أفتح الباب بمفتاح أخويا بس طبعا مش هينفع. My father always donates سوري إيه ده؟ أنا ما حلتش دي. I tried not up chocolate but it was too hard. I used to eat some when my friends offered it to me. يبقى I try ايه؟ I try to give up chocolate. حاولت ان انا ابطل او اقلع عن الشوكولاته but it was too hard. بس الموضوع كان صعب. I used to eat some when my friends offered it to me. كنت متعود دايما اكل حاجه او اكل لما اخويا يعرض عليا. طيب my father always رقم 2 donates and helps charities and poor people. وبيساعدهم. نقط is kind of him. عايز ضمير وصل. قلت لك عشان تختار ضمير وصل، اولا ضمير الوصل بيجي بعد الاسم المتكرر في الجمله الاولى. الاهم مكان الضمير اللي متكرر في الجمله الثانيه. لو عرفت تحدد ايه الضمير المتكرر في الجمله الثانيه هتحل الموضوع. طب هنا ايه؟ يقول لك is kind of him، ده عطف منه. ايه اللي عطف منه؟ انه اتبرع او بيساعد الجمعيات الخيريه، ده حاجه عطف منه. حلو قوي. وبور بيبل. طيب اللي هو ايه يعني؟ المحذوف it is kind. اصل مش اللي محذوف he is kind of him عشان اختار هو. بالمناسبه يعني طبعا مش تنفع. طب ما تختار ذات يا قبطان، اصل هنا دي جمله وصفيه. انا بختار ذات اللي هي بتساوي هو مع العاقل وويتش مع غير العاقل. حلو. لكن وانا بشاور على الجمله الوصفيه بستخدم مين؟ ويتش، لان عايد على الجمله ككل. عايد على الجمله ككل. اخويا بيساعد، بيتبرع وبيساعد المؤسسات الخيريه والناس الفقراء، وده عطف منه، يبقى العايد على الجمله كلها دي جمله وصفيه. 3 there is no doubt، مفيش شك ذات Alice not for the job is remarkable he is really efficient. Alice بعد الابوستروف اس عايز ايه؟ اسم. وركزوا، مركز على المشتقات بشكل كبير قوي، وانا منزل لك فيديو عن المشتقات بس. هينزل لك فيديو في الايام دي عن المشتقات بس، فركزوا معايا. suitability يعني ايه؟ يعني قدرته او مقدرته. Ali's suitability، مقدرة علي for the job is remarkable، للوظيفة. تمام؟ he is really efficient. suitable دي صفة، ده مش مكان الصفة. طبعا دول يناسب، ده فعل. انا هنا بعد الابوستروفي اس عايز اسم. 4 I used to have the mechanic نقط my car every year when I was abroad. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، انه جايب جرامر في تشوز الكلمات اللي هم 11. خلاص امر مسلم بيه، زي ما جايب سكيلز في السؤال ابو درجتين. كمان امر مسلم بيه كمان انه كل الامتحانات فيها تراكمي حتى الان، مع انه برضو ما زلت ما دام الكم زاد عن حده ده ممكن ما يبقاش نفس اللي حاط الامتحان نفس اللي حاط التجريبي. لكن كمان هتلاقي مع التراكمي متكرر هذه السببيه، ما اعرفش جايبها في كل الامتحانات. يا رب يا رب تيجي يعني.
I used to have the mechanic. قلنا خلاص هنقسم كده، الميكانيكي يقدر يصلح ولا ما يقدرش؟ هتقول لي ها؟ تقول لي يقدر، اقول له تصلح ايه؟ السؤال الثاني العربيه. اذا ده مبني المعلوم. كلنا عارفين ان have السبب ايه؟ لو وراها مفعول به في حاله المعلوم بيبقى مصدر، ولو هنا مكانها get مفعول به to المصدر. انما في حاله المجهول سواء كان have او get لو جه بعديهم مفعول به بيجي وراه التصريف التالي. طبعا هنا ريبير باينه خالص ان هنا الفعل فين؟ الفعل في المصدر. طيب اللي ورا منها ابطال، يبقى هنا فين ريبير ماي كار. اللي بعدها I used to help my teacher to give نقط the books when I was at school. To give is the books when I was at school. To give in ولا give on ولا give away ولا give out؟ طبعا give out. give out بمعنى يوزع. طب ما في give up؟ لا، give up بمعنى ثواني كده، give up بمعنى يقلع عن شيء. طب ما فيها قبطان انا فاكر give in، بس حبيبي give in معناها يستسلم. طب ما في give away يتبرع. give away يتبرع. طب تقول لي ايه الفرق بين يتبرع او يتخلى عن؟ عايز تقول ايه الفرق بين يتبرع وبين يوزع؟ لا، انا بتبرع بحاجه انا مش عايزها او بمزاجي بالبلدي كده. اوزع ممكن اكون بوزع كروت فرح، بوزع يعني زي هنا مثلا هو بيقول لك give out the books when I was at school. انا بوزع الكتب وانا فين؟ وانا في المدرسه. يبقى out. give up قلنا معناها يقلع، give in يستسلم، give away معناها يتخلى عن او يتبرع. وفي ممكن give off يطلق، بس دي مش متداوله كتير عليك، احتياطي يعني يطلق. وفي give back يعيد بالمره، give back معناها يعيد. طيب لورا trees نقط in rainforest can reach a height more than 30 meters. تقدر توصل لارتفاع حوالي 30 متر. grown وانا كتبت دي من عندي are grown ولا grow. طيب واضح من الكلام ان عند حضرتك فعلين، ادي فعل وادي فعل، يبقى نفهم من كده ان في ضمير وصل. جدع، برافو عليك. طيب ما دام فهمنا ان في ضمير وصل ومش موجود، قلنا لو موجود هختار ضمير الوصل. طيب لو ضمير الوصل اللي المفروض نختاره مش موجود، يبقى هنا ضمير الوصل ماله؟ محذوف. حلو قوي، ماشي، خليها على جنب. ضمير الوصل يا سيدي محذوف. طيب لما يجي يتحذف ضمير الوصل بعمل ايه؟ قلنا 122. من واضح من الاختيارات ان انت ما عندكش غير اختيارين، يا دي يا دي، لان احنا عندنا في 122 اول اختيارين يا تصريف ثالث واي ان جي، صح؟ يا صفه وحرف جر، يا بيديك الضمير والضمير المفروض يتحذف. الكلام ده انتوا حافظينه صم. حلو قوي. طيب انت الاختيارات عندك جرون. طيب تعالوا نعرف اصلها ايه. trees which سوري، وركزوا في اللي اقوله كويس قوي الله يخليكم. trees which ايه؟ في مشكله في جرو. ايه هي؟ لان جرو ليها معنيين، يزرع وينمو. لو يزرع فهي مش هتزرع من نفسها الاشجار، لازم تتزرع، تبقى مبني المجهول، وقتها اختار تصريف ثالث. ولو تنمو فبتنمو من نفسها، زي مثلا rice not in Egypt very tall. على سبيل المثال يعني rice أو this is the rice أيا كان الجملة، نقط in Egypt is very tall. إيه رأيكم؟ الزرع أو الرز اللي بينمو في مصر طويل، طب واللي بينمو في حتة تانية لأ؟ ولا اللي بيتزرع؟
ما ركز معايا، الفكره بتاعتها ان انت دي يزرع ولا ينمو. طيب الاشجار تزرع ولا تنمو؟ في الرين فورست الاشجار بتطلع من نفسها. في الغابات الممطره مع المطر والكلام ده كله الاشجار بتطلع من نفسها، مش بتتزرع، هي تنمو. ولو جايه بمعنى تنمو زي ما هنا رايز نقط in Egypt very tall، يزرع في مصر طويل ولا ينمو؟ ينمو من نفسه. خلاص. لكن كلمه يزرع كانت تبقى مبني المجهول، هنا ينمو، المفروض كان الحل جروينج، بس على اللي موجود في الاختيارات هتروح لجرو، انت مضطر تروح لجرو. تاني يا اولاد، في فرق بين جرو يزرع وبين جرو ينمو. لو جرو يزرع مبني المجهول اختار تصريف تالت، لو جرو ينمو مبني المعلومه اختار اي ان جي، وهي المفروض اصلها trees which grows. المفروض ده الاصل بتاعها، الاشجار which grow، سوري عشان الاشجار هنا جنب، المفروض كانت تبقى كده which grow in rain forests، الاشجار التي تنمو في الغابات الممطره. بس خلاص ما دام مفيش حل تاني هتروح لجرون، وده ما افتكرش هيحصل اخر السنه محدش يقلق منه يعني. 7 بيقول ايه؟ نقط you lived on the moon how would you feel. ده جايب كله جرامر غريبه جدا. ماشي. نقط you lived on the moon how would you feel. اولا هنا سؤال من اللي احنا شايفينه وده مركز عليه قوي في النماذج التجريبيه، حته التراكم. سؤال بدال ايه في السؤال ايه؟ حاجتين suppose وimagine. suppose وimagine، وكويس ان هو جاب الاثنين اصلا عشان عايز احكي معاكم في حاجه فيها. جاب الاثنين in case of وراها الاي ان جي او الاسم. provide هي if بالظبط. تمام. ماضي بسيط would والمصدر. حلو قوي. طيب supposing ولا imagine؟ هنرجع للمحاضره اللي فاتت، الامتحان اللي فات، فكره اسم الفاعل واسم المفعول. هات هنا you نقط you suppose you live، انت تفترض ان انت عايش. هنا مبني المعلوم مش مبني المجهول، ما دام مبني المعلوم يبقى هختار الفعل زائد اي ان جي. خلي بالكم من الحته دي، لان لو هنا imagining او imagine خلي بالكم من دي كانت تنفع، لكن تصريف ثالث فدي مبني المجهول. لكن انا بقول لك افترض ان انت عايش على القمر، خلاص كده مش اتعشت على القمر، تمام؟ او مش تم الافتراض او تم التخيل، فدي مش مبني المجهول، عشان كده اخترنا الاي ان جي. لان imagine وسبوز نفس القاعده اللي بيها بحط في الاخر علامه استفهام كبدائل من بدائل اف. طيب 8 we were going to get a maid، طبعا خادمه. خرب بيتك تاني. ماشي هذا السبب برضه. طب الخادمه تقدر تساعد، تساعد مين؟ تساعدنا مع جيت، قلنا يبقى تو مين؟ تو المصدر، لسه شارحينها فمش هنطول فيها تاني. 9 many people have a fixed idea about how artists behave. ناس كتير عندها فكره ثابته عن ازاي الفنانين بيسلكوا او يتصرفوا which is known as a not، وده معروف بايه؟ بستيريوتايب. برافو عليك. يعني ايه ستيريوتايب؟ صوره نمطيه. خلاص. 10 judging someone negatively، انك تحكم على حد بشكل سلبي based on their race or religion without knowing them، من غير ما تكون عارفهم personally شخصيا is an example of، طبعا ده نوع من البريجدس، مش محتاجه اي نقاش، تحيز او تعصب، انك تحكم على شخص بشكل سلبي اعتمادا بس على دينه من غير ما تعرفهم ولا تعرف شخصيته. 11 والاخيره في اللي تشوز the professor asked the students to، البروفيسور طلب من التلاميذ to نقط on his answer to provide more details، ودي نقطه برضو. حد بيقول لي explain، جدع برافو عليك، explain صح، يشرح، بس his answers على طول من غير on كانت تبقى صح جدا. طب simplify يبسط، صح، his answer على طول من غير on. طب conclude ملهاش اي علاقه بالموضوع. طيب elaborate احنا علينا دي معناها معقد، يعني المنهج علينا دي صفه، لكن هو جاي هنا وجايبها لي كايه؟ كاسم، سوري كفعل. طب كفعل هو مش عندنا في المنهج اصلا، وحاجه زي كده لو جت في امتحان ما تقلقوش منها. وانت لو حليت الامتحان ده غلطت في الجمله دي ما تقلقش منها، لان ما عدتش عليك في المنهج ومش عليك اصلا. اللابوريت اون معناها يفسر او يستفيض، يستفيض فيه او يشرح اكثر، يستفيد فيه او يشرح اكثر، مش عليك فما تقلقش منها.
هفترض ان انت قريت القطعه، فهنعمل الحركه الثانيه عشان وقت الفيديو ما يطولش. هنقرا الاسئله الاول وبعد كده نرجع نقرا القطعه. هي طويله حبتين بس نشوف هي بتحكي عن ايه. Why has recycling became a necessity؟ ليه الريسايكلينج اصبح ضروره؟ يبقى بتحكي عن الريسايكلينج. It helps reduce land pollution، بيخفف اللاند pollution يعني التلوث بتاع الارض. It addresses the shortage of natural resource. ماشي. shortage يعني ايه؟ نقص الناتشرال ريسورس اللي هي، قولوا معايا، المصادر الطبيعيه، صح. طيب it mitigates the increasing cost of raw materials. حلوه دي برضو. all of above. طيب انا عايز اعرف ليه اصبح الريسايكلينج امر necessity، ضروري. 13. How does recycling help save valuable natural resource؟ بيساعد ان احنا نحافظ على المصادر الطبيعيه القيمه. By increasing waste production, by reducing the need of new materials. ماشي. By promoting deforestation يعني اللي هو التصحر. By encouraging resource depletion. ما اعرفش يعني ايه، مش مهم. يبقى انا عايز اعرف ليه بقى مهم، اصبح ضروره، وازاي الريسايكلينج بيساعد على الحفاظ على المصادر الطبيعيه الكويسه. ماشي. 3 او رقم 14 في السؤال يعني what way does recycling save manufacturers money؟ ازاي الطريقه اللي بيحافظ عليها على الفلوس المصنعه؟ طيب by increasing production cost، بان بيزود البرودكشن كوست. ماشي. by providing cheaper raw material. ماشي. by requiring more energy consumption. كلكم عارفين كلمه consumption يعني ايه؟ استهلاك. ماشي. by decreasing efficiency، يقلل الكفاءه. 15. How does recycling contribute to job creation؟ ازاي الريسايكلينج بيساهم في الجوب كرييشن، خلق فرص عمل. ماشي. by eliminating jobs opportunity. حلو. by creating new jobs in recycling industries، صناعات اعاده التصنيع. طبعا خليها معانا. by outsourcing jobs to other countries by reducing workforce needs. عايز اعرف ايه معناها ايه؟ all the rubbish that could be recycled، كل القمامه اللي تعاد استخدامها او تصنيعها. the process of recycling، عمليه اعاده التصنيع نفسها، ولا the recycling industry، عمليه الصناعه، صناعه التصنيع يعني، ولا waste management. ماشي. عايز اعرف this demand، what does this demand refer in the text؟ a need for more recycling facilities، ولا an acceptable income، ولا this demand هذا يتطلب يعني increased public awareness، ولا government regulation. ثم 18. according to the text which of the following isn't a product؟ مش منتج من اعاده التصنيع. الكالسيوم ولا الاويل ولا الفيرتلايزرز ولا قولوا معايا، ولا البيبر. يبقى السؤال اللي قبليه عشان نسيته ما افتكر. this demand يتطلب. ماشي. which of the following statement، أنهي جملة في دي isn't true، مش صح. يبقى في 3 صح. recycling cost much and could only be afforded in developed countries. people in the developing countries need. طبعا عارفين الفرق بين developed و developing. developed countries و developing countries. طيب نكمل. people in developing countries need acceptable incomes to share in recycling work. in developed countries, people are less likely to accept recycling work, ولا recycling jobs provide low income that are more acceptable in the developing countries than in developed countries. طيب تعالوا نشوف بقى القطعة بتحكي عن ايه ابطال. كده عرفنا القطعة بتحكي عن الريسايكلينج. ابدا اقراها بالراحة. with the purse of a big cities and their exploding population. بميلاد البيج سيتيز، المدن الكبيرة،
والانفجار السكاني اللي has becomes a problem of getting rid of their waste، اللي اصبح عندهم مشكله انهم عايزين يتخلصوا من الكمامه بتاعتهم. ودي جمله مع احترامي ليها يعني ده كان جاي في امتحان يعني احدى الدول العربيه الخليجيه بالذات يعني، فكانت الجمله مش بنفس النص اللي جايه بيه كده، بس ما علينا، احنا نفهم من الحته الاولانيه. احنا قلنا في تاني سكه بنقرا حته نبدا نترجمها حتى لو في كلمات وقفت قدامنا ولا كانها موجوده. يبقى بميلاد المدن الكبيره وزياده السكان اصبح مشكله التخلص من الويستس او الحاجات اللي ملهاش لازمه، القمامات يعني. Many people believe that these cities will eventually bury themselves in their own rubbish unless something is done. ممكن تحرق نفسها بالزبالة اللي بتطلع منها دي إذا لم حاجة تتعمل and done quickly، وحاجة تعمل بسرعة. They support their argument، سندوا الفكرة بتاعتهم دي by stating that إنهم قالوا إيه؟ إن في سنة 1985 مكسيكو سيتي في مكسيكو سيتي produced 6,000 more tons of rubbish than could be collected. مش قادرين حتى يجمعوها، 6,000 طن أو أكتر من الزبالة. The worries about land pollution, shortage of natural resource especially wood and oil، يعني القلق كله والخوف من اللاند pollution من تلوث الأرض، ونقص المصادر الطبيعيه الموارد الطبيعيه زي الخشب والزيت، increasing cost of raw materials، وزياده الرو ماتيريالز انا ما اعرفش يعني ايه بس مش مشكله، وزياده الرو ماتيريالز and growing unemployment، وزياده نسبه البطاله all point to one solution. كل ده بيؤدي لحل واحد بس الا وهو الريسايكلينج، اعاده التدوير. recyclable waste، الحاجات المهدره القابله لاعاده التدوير، لان ريسايكابل معناها قابل لاعاده التدوير. recyclable waste falls into 7 basic groups، وهو في كام 7 مجموعات اساسيه: بيبر وجلاس وبلاستيك وميتال وراجز وبونز اورجانيك ماتر، 7 حاجات فيهم اعاده التدوير. The first 5 groups، اول 5 مجموعات اللي هي الورق والازاز والبلاستيك والمعدن والراجز اللي غالبا هيبقى قماش، 5 حاجات دول can be recycled to produce similar products a second time. ممكن عادة تدويرهم يعملوا نفس الحاجات دي لتاني مرة، يعني يعملوا حاجات بلاستيك تاني وحاجات ازاز تاني وحاجات قماش تاني. اورجانيك بقى والبونز اورجانيك فين؟ اورجانيك ماتر can be used to feed animals. الاورجانيك ماترز، الحاجات الاورجانيك بقى الطبيعيه، ممكن استخدمها في اطعام الحيوانات or used as a fertilizers، او تستخدم كمخصبات. طب البونز اللي هي كانت اللي قبل الاخيره اهي produced fat، دهون، جيلاتين and كالسيوم. العظام ممكن تنتج دهون وجيلاتين وكالسيوم which can be used in animal فيد، في طعام ممكن اطعم بيها الحيوانات or to make filters، او اعمل بيها filters. Among the many advantages of recycling are، ما بين الحاجات المهمه والمميزات في الريسايكلينج are saving valuable natural resource، عشان دي كانت سؤال. saving valuable natural resource، انك تحافظ على الموارد الطبيعيه القيمه. preventing land pollution، تمنع تلوث الارض. saving manufacturers money، ده كله كانت اسئله تحت. creating a lot of jobs، ويعمل وظائف كتير. to recycle the waste of Cairo would need، عشان اعيد اعاده تدوير او تصنيع حاجات في القاهره محتاج حوالي 17,000 لحد كام؟ لحد 20,000 collectors، من 17,000 ل 20,000 حد بيجمع. 6,000 sorters poles، ايه يا عم ده كله؟ transporters اللي هم بيعملوا كل الحاجات، processors etc. creating new small business can supply many of the major industries. تاني الحته دي، خلق new small business، اعمال جديده which can supply
many of the major industries and generating money ويعمل فلوس. في القاهرة مثلا if all the rubbish that could be recycled was recycled it would generate هتنتج حوالي قد ايه ده 73,467 في اليوم. معقولة؟ for recycling to be a success عشان تنجح عملية إعادة التدوير دي it needs the support of the government in supplying earth for dumping, sorting and recycling and to launch a campaign to persuade the public to cooperate. تعمل حملة عشان تقنع الناس انها تحصل عملية تعاون. It needs experts to find suitable people ومحتاجة خبراء عشان يلاقوا ناس مناسبين or companies أو شركات to recycle each material عشان تنتج أو تعمل إعادة تدوير لكل حاجة من دول سواء بلاستيك أو كل ده. All the way along the line from the collectors to the seller of the recycled product there has to be an acceptable income. فكل ده من بداية من اللي بيجمعوا الزبالة لحد آخر حد لحد البياع لازم كل يبقى عنده دخل كويس. In this way meeting this demand is easier in the developing world. إنك تعمل ده في العالم أو الدول النامية حاجة مقبولة. where people are on lower incomes اللي فيها الناس بتبقى عندها دخل ضعيف than in developed countries أكتر من ال developed countries which expectation of reward are higher اللي ال expectation أو التوقعات إيه؟ أعلى. طيب إنه ياخدوا حاجات أكتر يعني. لما يجي يقول لك ليه الريسايكلينج became necessity ليه الريسايكلينج أصبحت ضرورة؟ It helps reduce land pollution وش ده طبيعي. It addresses the shortage of natural resource برضه ده قالها فوق. Mitigates حتى مش عارف يعني ايه the increasing cost of law قالها فوق يبقى كده all of above. طب how does recycling help save valuable natural resource؟ بيحافظ ازاي على ان يحافظ على الناتشرال ريسورس دي؟ by increasing waste يزود الويست اكيد لا by reducing the need of new material خلي دي معانا by promoting deforestation ما جاش عندها اصلا by encouraging resource depletion. طيب يبقى كده بي اللي صح. in what way does recycling save manufacturers money؟ ودي قالها فوق by increasing production cost لا ولا by providing cheaper raw materials ايوه وعلمنا عليها فوق بالنص by requiring more energy consumption لا استهلاك الفلوس decreasing efficiency. how does recycling contribute to job creation؟ بيخلق فرص عمل في الصناعة by eliminating job opportunities ولا by creating new job in recycling industries خلي معانا by outsourcing jobs to other countries لا by reducing يقلل فرص الشغل لا اكيد لا القوى العامله يعني. it نسينا نحددها فوق ما عملتهاش بس لما هنحددها هتلاقي ايه تقريبا اجابتها كانت all the rubbish that could be recycled هتلاقي على الزباله فوق. مش عايز بس اطول وقت الفيديو. in the rubbish unless it has done كنت بعلمها بالاحمر مش عارف راحت فين. هتدور مش تلاقي غيرها فوق هتلاقي بعد الزباله المفروض يعاد تدويرها يعني. طيب 17 what does this demand هذا يتطلب refer to a need for more recycling facilities احتياج لتسهيلات كتيره ولا an acceptance income هو ده وده acceptable وده تلاقيها في الاخر انه الدخل يبقى دخل ايه مقبول من بدايه من اهو acceptable enters all this long line from the collectors to كذا and there has to be acceptable income ده بيبقى دخل مقبول من الشخص اللي بيجمع الزباله لحد الشخص اللي بيصنع وبيعمل. طب استنى increasing public awareness لا government regulation هي باينه كده. طيب according to the text which of the following isn't a product of recycling؟ الكالسيوم لا كان فوق، الاويل لا، الفيرتلايزرز كانت، المخصبات
بعملها من الاورجانيك لو فاكرين، والبيبر بيعاد تصنيعه يبقى الاويل. طيب اللي هو الزيت يعني او البترول. which of the following statement isn't true؟ انهي جمله في دي مش صح؟ مش صح. طيب واحد، recycling cost much and could recycling cost much and could يكلف كتير and could only be afforded in developed countries، ومهم بس في developed countries، متهيألي خلي دي على جنب كده. People in the developing countries need acceptable income to share in recycling work. دي صح. In developed countries people are less likely to accept recycling work. دي صح. طب recycling jobs provide low incomes، لا بتدخل دخل كويس، that are more acceptable in the developing countries than in developed countries. لا ده قالها فوق نصا، يبقى كده هنروح لمين؟ recycling cost much، الريسايكلينج بيكلف كتير and could only be afforded in developed countries. يبقى الإجابة الصح هي letter A. القطعة الثانية، ودي قطعة عايزك تقراها مرة واثنين وثلاثة بشكل كبير قوي لسبب صغير، لأنه دي يا ممكن يجي باراجراف، مع إنه صعب شوية عشان الباراجراف خلاص طالب مني introductory أو concluding paragraph، يبقى أفكار صغيرة شوية، يا إما قطعة يا إما في ترجمة للartificial intelligence. خلاص the rise of artificial intelligence، زيادة أو ارتفاع الذكاء الاصطناعي الموجود، فدي مهمة جدا، قطعة من القطع المهمة اللي لازم نبقى عارفين عنها معلومات. نبدا باول سؤال رقم 20. What does AI stand for؟ طبعا حل نفسها بس يلا مش هنقراها. 21. Which of the following isn't mentioned؟ انهي في الجمل دي مش مذكور as a field where AI is used؟ المجال اللي ما ينفعش نستخدم فيه الاي اي، الهيلث كير، الفاينانس، ولا الاجريكلتشر، ولا الترانسبوريشن. 22. What is one of the well-known application دي صح؟ application of AI is in daily life. AI in daily life ماشي. smart refrigerator، الثلاجة السمارت. virtual assistant مش عارف دي autonomous car، مش عارف يعني ايه، ماشي. عربيات، drones حلو. يبقى عايز اعرف انهي في دول of well known application of AI in daily life. عايز اعرف application معين في دول AI. 23. How is AI used in healthcare؟ ازاي بيستخدم في healthcare؟ دي هتمنعني من فوق بقى. To perform surgeries، يعمل عمليات هو. To analyze the medical data for diagnosis، عشان يعمل البيانات الطبية للأعراض دي. To replace doctors ولا to manufacture medical equipment؟ هنشوف. In which field is AI used for fraud detection and ايه الكلمات دي؟ طب ما دول مش عارفهم ولا يهمك ولا كانهم موجودين، تقول لي هنحلهم من غيرها، هنحلهم من غيرها. طب خلاص بالراحه. In which field is AI used for؟ في اي مجال يستخدم في مش عارف دي ودي، ماشي. الهيلث كير، يعني عايز اعرف دول مجالات ايه، هيلث كير ولا education ولا فاينانس ولا انترتينمنت؟ هبنت من دي كده خلاص. طيب اللي بعدها what ethical concern، طب دي مش عارفها ولا يهمك ولا كانها موجود، انا عارف دي اهتمام. is associated with AI، يا ترى increased productivity، زياده الانتاجيه، ولا data privacy اللي هي سلامه او امان البيانات، ولا enhanced entertainment التسليه، ولا improved accuracy؟ What must be balanced according to the text؟ اللي لازم يكون balanced متوازن. Innovation and regulation، speed and efficiency، cost and benefit، potential and risk. ماشي. What is the why is it important to address issue like مش عارف ايه؟ يا لهوي، طب ما دي تحيز في حاجه، طب لازم اعرفها ولا لازم تعرفها ولا غير؟ ليه مهم to address انك تقدم القضايا زي دي؟ تحيز مش عارف ايه. to improve technology، عشان احسن التكنولوجيا. to reduce cost، عشان اقلل التكلفه. to ensure responsible development and use of AI، انك تاكد على استخدام او التطور المسؤول في الاي اي. to increase sales، عشان تزود السيلز او المبيعات. طيب تعال نخش على القطعه ونشوف مخبيه لنا ايه وبتحكي معانا ايه.
قال لك ايه يا سيدي؟ The rise of artificial intelligence او ارتفاع الارتفيشال intelligence. بيبدا يقول ايه؟ artificial intelligence اللي هو الاي اي refers to simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and learn like humans. حلو قوي. هو بيقلد العقل البشري، بيتحط جوه آلة بتفكر وتتعلم زي الشخص بالظبط. Over the past few decades، في آخر عقود قليلة، والعقد 10 سنين، AI has been rapid development، عمل تطور سريع جدا and has become an integral part of various industries، واصبح مهم جدا في كل الصناعات، اغلب الصناعات، زي الهيلث كير، الفاينانس، الترانسبوريشن اند انترتينمنت. يبقى في حاجه تحت في اللي احنا قلناهم مش موجوده فيهم، وضحت، لان دي موجوده ودي موجوده ودي موجوده، في واحده مش موجوده. and entertainment ماشي. AI system are capable of performing tasks that typically require human intelligence. يقدر يعمل اي حاجه متطلبه الذكاء البني ادم او الشخص، such as زي visual perception، speech recognition، decision making and language translation. يقدر يعمل اي حاجه بيعملها الانسان منهم الاربع حاجات دول. One of the most well-known applications، عشان كان سؤال تحت، of AI is virtual assistants. ده كان سؤال تحت. ماشي. Like Siri، زي Siri and Alexa، which can perform a wide range of tasks based on voice commands، اللي بتعمل بعض المهام من خلال بس الفويس، الصوت. In healthcare، في الهيلث كير، في العنايه الصحيه، ال AI is being used to improve diagnostic and treatment plans، الأعراض والخطط العلاجية، by analyzing، ده كان سؤال تحت، large amounts of medical data. طب بتساعد ازاي في الحاجات دي وفي العلاج؟ انها بتعمل تحليل للبيانات الطبية. For instance، على سبيل المثال، AI مش عارف ايه اللي كنت عايزها تحت دي، اللي مش فاهمها، ركزوا بقى معايا كده، can help detect، تعالج ايه؟ disease like cancer. يبقى دي بتعالج الديزيز like cancer at an early stage، في مرحلته البدائيه او البدايه، by examining medical image، ان هو يشوف الصور الطبيه. طيب كده عرفت، يبقى عرفت انا مش عارفها دي، فهمتها دي على in finance، حاجات الماليه بقى. AI is used for fraud detection، برضو كانت القاعده دي صح، دي اللي كنت مش عارفها. يبقى دي المعاملات الماليه، الفراود ديكتيشن، واللي مش عارف ايه دي trading and personalized financial advice. حلو قوي دي. يبقى دي في الحاجات الفاينانشال الماليه. تمام، الكلمتين ما كنتش عارفها. however لكن the rise of AI also raises ethical concern، برضو كانت اجابه تحت، بيزود مش عارف ان ايه دي، and challenges، والتحديات. issue such as data privacy، الامان بتاع البيانات، job displacement and الكلمه الغريبه اللي شفناها فوق طبعا هيلث كير. كويس، ده كان سؤال تحت، needs to be addressed to ensure that AI is developed and used responsibly. حلت القصه كده. As AI continue to evolve it's crucial to strict، طب دي مش عارفها ولا يهمك، a balance، ده كان سؤال تحت عايزين نعرفه، between leveraging its potential and mitigating its risk. leveraging its potential and، يبقى كده البوتنشال والريسك. طب انت مش فاهم الكلمتين دول ولا يهمني افهم اساسا. انا من خلال قرايه الاختيارات كانت باينه التوازن ما بين ايه. خد بالك بوتنشال وريسكس، ماشي؟ طيب تعال نقرا بقى، تلاقي الاجابات تيجي معاك. What does AI stand for؟ قائم على كلمه طبعا من غير نقاش artificial intelligence اللي وراها. Which of the following isn't، ما اتذكرتش فوق، دي اتذكرت ودي اتذكرت ودي اتذكرت، قلنا دي الوحيده اللي ما علمناش عليها، حلت نفسها. What is one of the well-known applicants؟ اسمه virtual assistants. بسهوله كده اهي، هي حل نفسها مع ان كل كلماتها صعبه. طب how is AI used in healthcare؟ بيستخدم ازاي؟ to perform surgeries، هو اللي بيعمل السيرجرز؟ لا، ده بيعمل عمليه تحليل للميديكال داتا والدايجنوز، الاعراض والبيانات الطبيه.
اعتقد ده كله كان واضح فوق. طيب in which field دي في حاجات التجاره او الماليه. هيلث كير لا، education لا، لكن financial او finance صح، قرناها فوق بالنص فمش محتاجين فيها اي مشاكل يعني. what مش عارف ايه concern is associated with AI، قلنا دي اهتمامها ايه؟ الداتا برايفسي اهو. حل نفسها كل ما تلاقي القطعه صعبه. فين؟ لحظه واحده كده. ethical concern، ما شطبت عليها فوق. راحت فين يا بط؟ It also ethical concern and challenges. طب ما دي ايه؟ However, the rise of it raise ethical concern issues such as data rights وjob displacement ومش عارف مين بايظ. خلاص هي موجوده فيها كلمه data privacy اللي هي البيانات او امن البيانات او الحفاظ على البيانات. 26 What must be balanced according to the text؟ ايه اللي المفروض يبقى في balanced؟ حد بيقول لي الاخيره، قول له ايه ده؟ عرفتها منين؟ تقول لي طب بس اقرا الاولى innovation and مش عارف regulation. لا. طيب امال خلاص ما احنا حلناها فوق. طب ده كان في كلمتين صعبين يا سيدي، مش مهم، ما انا عارف potential وريسك. طب اللي بعدها اعتقد سهل كده. التحيز ده why is important؟ ليه؟ to improve technology لا، to reduce cost، to ensure responsible development and use of AI. طبعا وضحت من فوق برضو بالنص بالرغم من الكلمات مع احترامي ليكم كانت صعبه لكن اتحلت كلها. انا لا قريت ولا ترجمت كلمات ولا عايز اقرا ولا اترجم كل الكلمات. القطعه هنقراها كلها مره واحده، بعد كده اسئلتها تاني مره او تاني خطوه بتقرا الاسئله الاول بعد كده تقرا القطعه بكل تركيز وحياديه وبالراحه كده. طب اول مره لو قريت وما فهمتش اقراها مره ثانيه. يعني اول مره لو قريت وما فهمتش كويس اقراها للمره الثانيه ضروري الله يخليكم. بعد ما تقراها المره الثانيه لو فهمت المجمل عند القطعه تمام، ما فهمتهاش اقراها المره الثالثه. تقول لي عندي وقت، اقول لك عندك وقت ما تخافش. طيب تشوز لي بدرجتين بقى. not my two brothers likes swimming. every بره لسببين. اولا off ما تجيش مع off غير لو معاها one او body. ثانيا every 3 واكتر. هنا بيقول لك two brothers. خلي بالك كمان من الفعل، الفعل مفرد وده هيبعدنا عن none بنسبه كبيره، مع ان none تنفع الاثنين بس none كمان 3 واكثر. كده عندي neither وايذر الاثنين صح. بما ان في فاصل هنا يبقى الفاصل ده عايز off، يبقى neither off وايذر off كانت تبقى صح بس مش قادر اجيبها لك خاصه ان الفعل ايه؟ مفرد. neither of my two brothers likes swimming. طيب drivers not wear a seat belt while driving into the city. طبعا بتدوروا على must ومعاكم حق بس must مش موجوده يبقى عندكش غير have to، لان انت لو اخترت need اولا need عايزه to. might ما تنفعش اصلا. must have عايز تصريف تالت ودي استنتاج يبقى have to، مع ان ده نص القانون بس لو هنختار خلاص كده كنوع من انواع القوانين فانت ما عندكش غير have to. انما لو اختيار بين must و have to هنختار اكيد must. ماريا said that she hadn't visited her aunt. had visited ماضي تام. نقط. الماضي التام الماضي عموما 3 كلمات سمعهم لي. ذا وبيفور برافو. the previous جدع. the last مين موجود فيهم؟ the previous. اصل the day after هي the following day بالمناسبه ده مستقبل كان يبقى ده شكل من اشكال المستقبل. يا would والمصدر يا was going to يا اي شكل يا was والing اي شكل من اشكال المستقبل. نقط. well he would have بيكرر تاني. بص كام جمله تراكمي وزنق معاه اف قوي، مع ان عندك دروس كتيره ممكن يجي منها. would have تصريف ده في حاله ثالثه. فوير بره، وير بره دي حاله ثانيه. طيب had برضو بره لان انت لو عكست قلت if he had هي had بديت if الحاله الثانيه لو مفيش بعدها فاعل. if he had كده تبقى will. طبعا المعنى مش هيبقى سليم يعني لانك هتاخد had من هنا تحطها قدام كده المعنى مش سليم ودي حاله ثانيه. ماضي بسيط كانت تبقى محتاجه would والمصدر بس، لكن هنا انت عايز ماضي تام would have والتصريف ايه؟ التالت. 32 بيقول لك my mom admired the car. حلو قوي دي. اعجبت بالعربيه اللي انا اشتريتها. تمام. لحظه واحده كده. I bought خليها معانا which طبعا. that طبعا بس that و it
دي تشطب دي. طبعا ما ينفعش احط ايد اساسا كده، المفروض اختار ايبود الاولى. طب استنى كده، ايبود 4 4 ايه which ايبود صح، which ايبود بس كانت تبقى صح. طب ما مش موجوده، يبقى كده حذف ضمير ايه الوصل. انهي خطوه في حذف ضمير الوصل دي اللي هي رقم، احنا كنا واخدين 5 حاجات 2 2 1، اللي بحذف ضمير الوصل قدام الضمير المحذوف، اللي بعض الكتب بتسميها ان بحذف ضمير الوصل في حاله اذا حل محل مفعول به الجمله الثانيه. ماشي شغال، دي صح ودي صح، بس الطريقه دي اسهل شويه. اللي بعدها not next summer my brother will have finished، حل نفسها دي سهل. مستقبل تام مع باي، مستقبل تام مع باي، ماضي تام مع باي، باي وسنه في الماضي ماضي تام، باي وسنه في المستقبل مستقبل تام. 34 my father is a civil rights defender، مدافع عن الحقوق المدنيه. he belongs to an ايه ده الكلمات دي international rights يا بتاع الذين association منظمه، ايه ده منظمه حقوق دوليه. كلمات اهو ده عفرطه بقى وبدرجتين، يبقى كده ما التزمش باللي هو قال عليه ان 11 لحد دلوقتي، يعني ما اعرفش امتحان اخر سنه ايه، ان 11 كلمات و8 جرامر. ماشي خلينا مع الاخر. I not at the garage once a month، يخرب بيتك هاف السببيه برضو. طب انا كده عرفت يعني كل حاجه هاف السببيه ده كده كتير قوي يعني. طيب تعال نشوف I have checked my car، يبقى انا اللي فحصتها. I have checked my car at the garage في الورشه، لا I have my car checked، خلي دي معايا. I have my car is checked، لا يا مصدر في المعلوم يا تصريف تالت في المجهول. I check my car ما هي الاولى، يبقى كده دي انا باخد عربيتي مفحوصه او تم فحصها يعني. طيب 36 زي ما قلت لازم هيجي، هو اللي منتشر دلوقتي الطبيعي، مش هنقول لازم اجباري، لا هو الطبيعي ان يجي عن الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، سواء في قطعه زي ما حلينا او في ترجمه زي كده. artificial intelligence is revolutionizing ثوره the world at unprecedented pace. pace انتوا عارفين معناها وتيره. its applications are fast ranging from healthcare to finance and its potential for future advancements seemed limitless. انا هحاول انزل لكم ترجمه للقطعه بتاعه الذكاء الاصطناعي عشان تقروها كذا مره عشان نستعين بيها يعني. طيب بيقول لك ايه بقى، نمشي واحده واحده انا وانت. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعه غير مسبوقه. يحدث الذكاء الاصطناعي ثوره في العالم، هي دي لانه فوق ريفوليوشن دي ثوره، يعيد تشكيل لا يبقى ثوره. خلينا نشوف دول كده. الذكاء الاصطناعي يغير العالم بشكل غير مسبوق، هي برضه ثوره. يحدث الذكاء الاصطناعي تغييرا جذريا في العالم، ماشي. طب نكمل، بس انا مقتنع خلاص جاي من كلمه ريفوليوشن. بوتيره غير مسبوقه، تطبيقاته متعدده من الرعايه الصحيه الى التمويل وامكانياته المستقبليه تبدو بلا حدود. خلي دي معايا. تتنوع تطبيقاته من الرعايه الصحيه الى الماليه وامكانياته المستقبليه تبدو غير محدوده. يبقى كده الذكاء الاصطناعي يغير العالم؟ لا، يحدث ثوره. كده لحد دلوقتي تمام. جذريا بسرعه غير مسبوقه، تتعدد تطبيقاته بدءا من الرعايه الصحيه الى التمويل، ويبدو ان امكانياته المستقبليه لا نهايه لها. لا يبقى كده نروح لمين؟ لب او بي يعني. climate change تغير المناخ برضو واحد من الموضوعات المهمه جدا is one of the most pressing issue facing humanity today، بيواجه البشريه اليومين دول. it affects every aspect of our lives، بيواجه كل شكل او مظهر من مظاهر حياتنا from the food من الاكل اللي we eat to the air we breathe and requires immediate and sustained action for all sectors of society، من كل sectors اللي هي قطاعات المجتمع. طيب واحده واحده يا رب يكونوا باينين كلهم. نعمل كده 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 البي دي اف هيبقى عندك على الابلكيشن. يلا. تغير المناخ هو واحد من اكثر القضايا الملحه التي تواجه البشريه اليوم، دي صح. يعد التغير المناخي من اكثر القضايا الحاحا التي تواجه الانسان والبشريه. هيومانيتي متهيألي هيومانيتي ممكن الانسانيه. التغير المناخي هو من بين القضايا، لا، لانه اقول لك هو واحد من is one of. طيب يعتبر تغير المناخ من اكثر القضايا، لا is one of، واحد من القضايا ما مش من اكثر. حلت نفسها كده من البدايه.
طب نكمل. يؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا من الطعام الذي ناكله الى الهواء الذي نتنفسه، ويتطلب عملا فوريا ومستداما من جميع قطاعات المجتمع. يبقى كده ايه هي اللي صح؟ حل نفسها بالرغم انها كبيره وزياده، بس حل نفسها. طيب اللي وراه بيقول لي ايه؟ على الرغم، واحنا شرحنا روابط التناقض، على الرغم من انني كنت ادرس طول الليل، بالرغم ان انا كنت بدرس طول الليل للتحضير للاختبار، الا انني شعرت بالقلق الشديد عندما بدات الاسئله، لكنني حاولت ان اظل هادئا واجابتي كانت افضل مما توقعت. ماشي. Although I studied all night to prepare for the test, I felt extremely anxious when I started the questions. However, I tried to stay calm and my answers were worse than أسوأ مما توقعت. كانت أفضل، أكيد مش worse يعني. بينت يعني. Despite studying all night، بالرغم من المذاكرة طول الليل for the test, I felt very nervous. كنت متضايق when the questions began، لما الأسئلة بدأت. ولكن I managed to stay calm، هديت، and my answers turned out better than I expected. خلي دي معانا. I studied for the test all night and I felt confident when كذا. ما ينفعش and، أنا عايز روابط تناقض. although تقول لي ما جاتش في سؤال، ما جاتش في سؤال مباشر كانت choose، لكن جات في ترجمة. ما فيش حاجة مضرة، ما فيش حاجة مش مهمة، ما فيش حاجة تسيبها ما تذاكرهاش. although I didn't study enough for the test، بالرغم من ما ذاكرتش كفاية للامتحان. I felt very calm، شعرت بهدوء when the questions began، شعرت بهدوء. and my answers were exactly what I expected، واجاباتي كانت هي المتوقعه بالظبط. لا، مين اللي مش مشطب عليه كده؟ بي هي اللي صح، واعتقد سهله قوي برضه. كانت الرحله، وطبعا تبقى قدامك الورقه كامله وهتفكر براحتك وتشطب براحتك، بس خليك ده كله اعمله بالرصاص وبالراحه. خلي خط تحت الكلمه عشان ما تشطبش الكلمه وتطمسها خالص، وممكن الكلمه تكون هي دي الاجابه. فخلي شكوكك تبقى يا اكس صغنونه خالص كده مش باينه، يا اما شرط تحت الكلمه اللي انت شاك فيها. كانت الرحله الى الجبال في الشتاء تجربه لا تنسى، حيث كانت الثلوج تغطي القمم والهواء باردا ومنعشا. استمتعنا بالمشي لمسافات طويله والتمتع بالمناظر الطبيعيه، ولكننا اضطررنا للعوده بسبب العاصفه التي بدات تقترب. بالراحه. The trip to the mountains in winter was unforgettable. لا تنسى. كانت رحله الى الجبال تجربه لا تنسى. ماشي تمام. with snow covering the peaks، بالثلج اللي مغطي قمم الجبال، and the air being cold، والهواء بدأ يبقى برد، and refreshing، منعش يعني. we enjoyed long walks and the beautiful scenery، المناظر الطبيعية أو الخلابة، but we had to leave because of the storm that was approaching. لكننا اضطررنا للعودة بسبب العاصفة التي بدأت. خلي دي معانا. طيب دي قريبة. طب 2 The winter journey. The winter journey هو قال كده كانت رحلة إلى الجبال في الشتاء تجربة لا تنسى. The winter journey to the mountain wasn't as exciting. لا، كانت مثيرة. يبقى دي غلط. The winter trip هي رحلة برية طويلة المفروض، مش trip. To the mountain was enjoyable despite the heavy snow. بالرغم، لا هو ما قالش كده. ثواني كده. لا تنسى حيث كانت السلوك دي حاجة كويسة، مش هقول بالرغم من السلوك. يبقى سي برضه غلط. We went to the mountains in winter. رحنا الجبال في الشتاء. But the weather was too harsh to enjoy. لا، ده حل نفسها كلها يعني. كده الإجابة الصح هي letter A فعلا. القصة. How does Pep first meet Stella؟ قابلها إيه أول مرة؟ And what is his initial impression of her؟ والانطباع الأول ليه؟ طبعا قابلها. Stella treated him badly, but he falls in love with her. At the same time, her bad treatment motivates him to be a gentleman. في نفس الوقت معاملتها السيئة دي شجعته انه يبقى جنتلمان. مش محتاج تقول له ده كله، ممكن تقول he met her at Mrs. Havisham's house for the first time. واحد. she treated him badly. بس سهل على نفسك. طيب how does Stella upbringing influences her relationship with Pep؟ ازاي تربية ستيلا أثر على علاقتها ببيب؟ طبعا ستيلا was raised by Miss Havisham to be cold, to be cruel towards men, to break men's heart. كل ده صح. She was
a tool used by Mrs. Havisham، كانت أداة في إيدين Mrs. Havisham to take revenge on men، إنها تنتقم من الرجال. So when Pip showed his admiration for her, she responded with cruelty، أو she refused. She said she had no heart. قالت له أنا ما عنديش أصلاً إيه قلب. So she breaks، أو she broke her heart. الباراجراف عن benefits of reading، فوائد القراءة، وأنا أعتقد الموضوع هيجي موضوع بسيط إن شاء الله السنة دي. reading offers، طبعا في مسافة اتنست كان المفروض يبدأ من هنا، ولازم كابيتال زي ما قلنا. هتلاقي في كل جملة بادئة بنقطة كابيتال كابيتال كابيتال، أي حاجة تلاقيها كده، غير كده تبقى غلطة مطبعية. لازم أراجع كله، ولازم أتأكد كله إن في فاعل وفعل، لازم. reading offers many great benefits، فيها فوائد كتير. It expands vocabulary and improves understanding of language، بتزود الكلمات وتزود فهم اللغة. You get a lot of ideas from reading، تاخد أفكار كتيرة من القراءة. Reading also helps to develop critical thinking skills، بينمي مهارات التفكير النقدي. It helps us to solve everyday problems، بتساعدنا نحل مشاكل كل يوم. It can reduce stress، تقلل الضغط بتاعنا and improve your focus، وتحسن التركيز. Moreover، علاوة على ذلك reading provides a great source of entertainment and relaxation. Through reading we know a lot about the world around us. In short، اشمعنى استخدمت دي ملخص الكلام؟ reading is a useful activity، ممكن ما اكتبهاش، دي اللي هي الثيسيس يعتبر، that enrich your life in many ways. اكتبوا اللي يعجبكم، انا ضد ان انا بكتب ده، بس ده كمثال على اول كام امتحان اعملهم له كده عشان تبقى مثال بتمشوا على نفس النهج بتاعه، لكنه ما ترتبطوش بيه، انتوا هتعرفوا تكتبوا احسن بكتير من اللي انا كاتبه. بكده الامتحان التجريبي الثاني يكون انتهى. لحد ما اشوفكم في امتحانات تاني جايه ان شاء الله كتير، همشي معاكم السكه لحد باب اللجنه، لحد ما اشوفكم بخير وصحه وسعاده يا اغلى الناس. سلام.